هذا الشخص يا سيدي اللي هو ضد اغتصاب المرأة بصفة عامة، انطلاقا من اغتصاب هذه الفتاة في الحافلة. أنا بسأل الآن، كم واحدة اغتصبتها لما كنت أنت كمان شاب ومراهق؟ قول، ألم تغتصب فتاة؟ أنت بنفسك قلتها لي، أنت بنفسك قلتي لي ذاك، وكنت فخور بمغامرتك بإنجازك الفظيع ده. ألم تغتصب فتاة قبل زواجها بأيام من ابن عمها؟ اعترف يا مثقف يا علمان يا صاحب ضمير يا صاحب حركة ضمير، اعترف. ألم تغتصبها؟ أفظع من ده كله، لأنك خلاص أنت جننتني بهذا البرنامج، بتصريحاتك، بافتخارك بنفسك في البرنامج، ولا حسيتي بأزمة الضمير أو قلتي لا أنا خلاص ما أبالغ، ولا خجلتي من نفسك، صرتي يعني تدلي بآرائك في العنف وفي الإسلاميين وفي الإرهاب وفي التحرش بالمرأة وبالبرامج الدراسية يعني عندنا المتخلفة جدا وما أعرفش إيه التنظير عندك يا أخويا أنت صاحبه، لكن في الفعل في الممارسة تفعل نقيض ما تقوله في كل منابر الإعلام. أقول شيء ولا أصمت؟ لا، ما دمت لا تخجل من نفسك ومن تناقضاتك ومن كذبك على الجميع. أنا أقول لك زنا المحارم نفسه ألم تمارسه؟ أنت عايزني أخرب كل مجتمعك، أخرب يعني أسرتك وأخرب عائلتك وقبيلتك ومدينتك وكل شيء. زنا المحارم ألم تمارسه هو نفسه؟ ألم تعاشر زوجة خالك وعشيقتك اللي هم حولك؟ نفرض يا سيدي إنها حريات فردية بينك وبينهن، هذه تحبك وهذه تبات معاك وهذه تمارس معاك الجنس وهذه تعشقك وهذه تعطيك هدايا وهذه تدفع لك فلوس وما تردها وما عرفش ايه. نفرض انها حريات شخصيه، ما دام هو حب وحريه شخصيه بينك وبينهن ويعني مع المسؤوليه، انت بتحس انك انتم راشدين ومسؤولين، يعني الله يبارك يا سيدي في مغامراتكم الجنسيه دي. لكن لما تحصل لك مغامره جنسيه مع اي مراه، يعني خصوصا المناضلات انت اللي بتعاشرهم، ليش بتفضحهم من بعد؟ ليش كنت تيجي بتقول لي ملكه دي انا ضحكت عليها، انا نمت معها، انا ضجعتها، والمسكينه كانت فاكره نفسها انني بحبها، هي بالنسبه لي مجرد رجل. ثم حتى المناضلات اللواتي يناضلن معك، كم مرة قلت إنهم مش ممكن يناضلوا معي، يعني حتى حق المرأة في المشاركة، في المشاركة يعني في الحياة الاجتماعية، في الحياة السياسية والثقافية، في النضال في الشارع، كنت لا تحبه، كنت تستنكر وجود هؤلاء النساء معك الذين يستغلون كما تقول يعني اسمك عشان يظهروا إلى جانبك ويشتهرون هم كمان معك، لأنهم بيكونوا معك، يكفي يكونوا معك. اقول ايه، اضيف ولا اسكت؟ واحده ست كانت بتساعدك في مجال معين، بلاش افضحها المسكينه. اول شيء قلت لي عنها لما تعرفت بها وتعرفت بك انت، قلت انك ضجعتها، بأنك تسللت إلى جسدها واستمتعت بها ثم تركتها، وكانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة، وهي المسكينة لسه لحد الآن تفتكر إنك بتحبها. كنت بتقول إنه لازم الضرب بيد من حديد على كل من يعتدي على المرأة وعلى الأسرة وعلى الطفل. اعتديتي علي بالضرب وبالكلام الجارح وبالإقصاء، أقصيتني من أكثر من نشاط شعري ومن حقوقي في النشر، أقصيتني من أشياء كثيرة، حتى في المظاهرات كنت تراوغني حتى لا أخرج إلى الشارع. أقول إيه، ده خليتني يا سيدي أنا مصدومة، ما صرت أعرف أقول إيه. يعني العنف ضد الأسرة اللي أنت بتستنكره، أنت مارست العنف ضد أسرتي، خربت بيتي، كنت تتحرش بي ليل نهار حتى مع الفجر كنت تتحرش بي، حتى أن زوجي الملعون ده، طريق الملعون ده هو كمان وصل له خبر، لكن ما كانش راجل، لو كان راجل كان راح لك وخنقك من شرايينك كلها، لكن هو ما كان راجل وانت ما كنت راجل. وتقول العنف ضد الطفل، انت كنت بتتحرش بي وكنت تدمر أسرتي وكنت بتجرح بناتي
كانوا يشوفوا المسكينات، كانوا يشوفوا كل ده بيحصل. هذا عنف ايضا ضد الاطفال. انت مارست العنف على المراه في كل مجال لها، في الاسره، في الزواج، كأم، كمثقفه، كمناضله، كأي شيء. كأي إنسان محترم ويحترم نفسه وبيحب الإنسانية وعايز يغير مجتمعه لما هو أحسن. والآن تيجي لهذا البرنامج هي الحدث وتقول حرام نمارس. هؤلاء الشبان هم ضحايا مجتمع، ضحايا تربية، ضحايا سياسة للدولة فاشلة في التربية. ما فيش فشل، هذا الفشل كله يرثوه الكل يرثه منك انت اللي لازم تدخل مستشفى الامراض العقليه والنفسيه. انت المريض اللي صرت بتدمر المجتمع كله، وبعدين تيجي وتقول للاسلاميين انهم هم عايزين يخلوا المجتمع متخلف. لو كنت انت المثقف العلماني الليبرالي العقلاني هو من يعرقل حركه تقدم المجتمع في الكواليس وبممارساته الدنيئه واللا انسانيه والوحشيه، ازاي هذا المجتمع يتقدم؟ ازاي مشاكله تنحل؟ ازاي يا اخي؟ ازاي؟ لعنه الله عليك وعلى كل من يستضيفك في برنامجه لتواصل اكاذيبك على الجميع. لعنه الله عليك على كل امراه صمتت عن